طبعا يا اسطى في سنه جديده وكريسماس بقى والعياذ بالله والحاجات اللي احنا ما انا مش عارف احنا بنحتفل بقى ليه اصلا، مع انها حرام، بس اللي هو صباح الهبل في الجبل ما حدش فاهم حاجه. فانت حط لي لايك كده وكومنت وسبسكرايبر عشان اجيب لك نسخه بمناسبه الكريسماس اللي احنا اصلا ما بنحتفلش بيه، اللي هي راس السنه الجديده. يعني مش عارف ايه لازمتها، المفروض احنا نزعل يا اسطى؟ ده في سنه فاتت من حياتك وانت عيل تافه بائس حيوان ما عملش اي حاجه في دنيتك. فصباح الفل اعمل لايك كومنت يا اسطى وسبسكرايبر عشان ما اقلش منك يعني. فانا ما اعرفش اقل منك ازاي يا اسطى، هو اي كلام يعني. انت سبت الكريسماس والسنه الجديده والافشخانات دي كلها وجاي على كلمه هقل منك وتتحمق، جاي تعمل فيها ذكر دلوقتي؟ صباح الفل اعمل لايك، واهم حاجه حط لي كومنت، تمام؟ وبالنسبه للناس اللي قالت الجمله اللي انا قلتها في الفيديو اللي فات وكتبتها لي في الكومنتات اللي انا هظهرها لكم دلوقتي دي، فدول يا اسطى جامدين فشخ. يعقوب قمر الدين دبيازة، خالد كشميري، خضر كرويته، اسماعيل احمد كنباوي، عثمان عبد الجليل ششه، محمد سنبل. طبعا يا معلم الناس اللي حاطط كومنتات دي فدي ناس قمر، والناس طبعا اللي بتحط الكلمه اللي توصل معايا الكلمه او الجمله او الحكمه التافهه اللي انا بقولها في الفيديو وبتكتبها لي في الكومنتات، فدي بقى ناس مقربه الى قلبي، ودول لهم جايزه عندي جامده فشخ. انا مش عايز اقول لك انا هعمل لهم ايه، لان يا اسطى ما تخلينيش احرق المكالمه بقى، لان مكالمه ايه اللي انا بقوله ده؟ في ايه يا اسطى؟ ما تخلينيش احرق المفاجاه، تمام؟ فانت اعمل لايك كومنت وسبسكرايبر، وبشكر الناس اللي بتحط لي كومنتات قمر، وبشكر برضو اي حد بيحط لي كومنت سواء سلبي سلبي ايه، سواء سلبي ده يبقى عيل ابن كلب حكاك استغفر الله العظيم. انا مش عايز اتكلم كتير لان انا بص انا جدان من حياتي يا اسطى. يلا بينا يا اسطى على الفيديو. عندك اولا دي شكل الايقونه بتاعتنا من بره كريسماس، اللي هو بابا غنوم بابا غنوم ايه اللي انا بقوله ده؟ عندنا بابا نويل والليله دي كلها. نخش على النسخه يا اسطى هتفتح معاك بالفجعه الوجعه الشكل، هتفتح معاك كائن فضائي هيفتح معاك، خش في مركبه فضائيه. دي كده شكل النسخه. بص النسخه بقى انت لو عايز تخليها يعني، انا مش عايز اقول لك انت ممكن تعمل ايه يعني. انت متخيل شايف النسخه؟ انت ممكن بقى لو عملت كده تلاقي النسخه في الوان بقى وافراح وافشخانات وليله كبيره سعادتك، واحنا اصلا في غنى عن ذلك، تمام؟ احنا بقى في غنى عن ذلك، واحنا مش عايزين الكلام الوسخ ده. تمام ولا مش تمام؟ انا اظن انه تمام. حلو قوي. نرجع كده يا معلم. سوري انا اسف، اعذرنا. ده انت خنزير. نقوم جايين داخلين على شكل الشات، وده مبدئيا كده نجيب الرقمي اللي هو انا الجامد فشخ اللي مفيش مني 3 4، لان لو في مني 3 4 كانت الدنيا ولعت. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج. فصباح الفل نخش كده يا اسطى، تمام؟ هتلاقي يا اسطى الجمدان دي، تقول لي يا اسطى في بابا نويل، المفروض ان الخلفيه تكون بابا نويل. اقول لك بص اهدى كده وخليك هادي. الخلفيه دي مش خلفيه النسخه، الخلفيه دي انا اللي حاططها، خلفيه النسخه بابا نويل، بس انا مش شايفها لطيفه يعني. فانا شايف دي جامده اللي هي فشخان. الجماعه اللي هم عشاق وان بيس بقى يعملوا يعني يثبتوا حضورهم في الكومنتات برضو ويشاروا الفيديو ويخربوا الدنيا يعني. ولا انتوا في ايه؟ في ايه يا جدعان؟ لو انت بقى عايز الخلفيه دي هتلاقيها في قناه التليجرام. قناه التليجرام بقى سيبها لك فين؟ سيبها لك في الوصف وفي اول كومنت، اظن عداني العيب. تمام. عندك هنا بقى شويه افشخانات واعدادات ملهاش 30 لازمه. عندك تذكر والعياذ بالله، وعندك فيروس والعياذ بالله، اصلا مالناش دعوه بالكلام الوسخ ده. تمام. نرجع كده يا معلم. عندك طبعا اول حاجه النسخه دي بتاعت ميجا بايت العالمي، عيل جامد بوفتيقه، مفيش كلام. تقول لي معنى كلمه بوفتيقه، اقول لك والله انا لو اعرف اقول لك، انا ما اعرفش، فعديها. المهم خش على الثلاث نقط دول، تمام؟ تخش بقى طبعا هنا بقى للتواصل مع ميجا بايت المطور والجامد في شغل مفيش 202. فانت خش اشترك له واعمل له سبسكرايبر وقول له ريبل تعمل لك فشخانات طبل انت طبل وانا طبل لك احنا. المهم خش على خاصيه النسخه، هتفتح معاك البرايفسي اللي هو برايفسي يعني مش قصه. هتقوم جاي داخل على اضافات نسخه اللي هي النسخه يعني، هتلاقي بقى اخفاء الدردشات ومش عارف ايه، وتعرض ما يكون شخص بحث في الرسائل. هي يا اسطى اللي هي الاعدادات البلس العاديه جدا يعني، مش شايف ان فيها حاجه كرييتيفيتي قوي. سلام. شفت لها الحته الانجليزي. المهم الحمايه والخصوصيه، خش بقى حمايه من الفيروسات، خصوصيه الفيروسالي. هتلاقي اكشن هنا. عندك بقى فعال عشان ما تهنكش من اي فيروس، وهنا فعال عشان ما تهنكش من فيروس الصوره، فعال عشان اخفاء الشتات. بص اصلا عامه دي كلها زراير فيروس، انا مش لازم بقى اقول لك دي بتاعت كذا ودي بتاعت كذا ودي بتاعت كذا ودي بتاعت كذا. لو قعدت اقول لك دي بتاعت كذا ودي بتاعت كذا، هم مكتوب عليهم اصلا يعني. فعل ده اهو، بص مكتوب لك اهو، فعله عشان ما تهنكش من فيروس قطع النت، يبقى ده بيتفعل
عشان ما تهنكش من فرز. كل زرار شارح نفسه، فانا مش مستاهل انا اطول لك في الفيديو. نرجع كده يا معلم، خش على مميزات جديده، هتلاقي بقى مميزات اضافيه يا اسطى اللي هي علامه التحقق عشان رقمك ما يطيرش. هنا ادمن فيك، حرق اي نسخه بمكالمه، فعلوا دي، فعل ده عشان ما تهنكش بمكالمه كراش كول شكل الايفون. انت عايز تفعل ده بتلاقي النسخه بقت شكل الايفون. تقول لي ازاي؟ اقول لك ما انا ما اعرفش، انت يعني جاي تفلحس عليا انا؟ ما تسال اللي عاملها يا عم. هنا اضافات جامده عندك بقى، هنا اثناء تسجيل المكالمه لو انت تنفع تسجل ريكورد وانت بتتكلم في التليفون، بتكلم البت في التليفون عادي، ودي حلوه جدا ليا يعني. تمام. وهنا وضع علامه كالغاء عرض الدردشه. تقول لي انت ايه الدنيا؟ اقول لك وحياتك انا لو فاهمها اقول لك. المهم يعني النسخه دي فيها انهاء رومات ويا اسطى ليله كبيره. هنا التواصل مع ميجا بايت العالمي، لو انت عايز تتواصل معاه مش عايز تتواصل معاه انت حر. هنا ريكورد اللي هو الريك، اللي هو تفيك الريك يعني، احنا عارفينها. هنا ذاكره التخزين المؤقت، لو انت عايز تنظف بقى اندرويد 10 تنظف مكنستك جروفك تخلي نسخه شيف وتريف. اندرويد 11 كمس 12 13 14 الحاجات اللي احنا بنسمع عنها في الافلام دي مالناش دعوه بيها يا شيخ. نرجع كده يا معلم، وحابب اصدمك بقى هنا اقول لك ان النسخه بتاعتنا بباسورد، والباسورد مكون من 4 ارقام، وخد لك اول رقمين من الباسورد الا وهم 44. اول رقمين من الباسورد 44 اللي هو 4 يعني مش محتاج. وشويه اعدادات بلس كده يا اسطى، ولوتك نسخه بسيطه عشان بنت ما تمسككش توريه معاه تفلقك نصين، واخد بالك، وحاجات كده يا اسطى. اعملها لايك بس كده، اعملها لايك. تمام. وهنا الكل سيم لجميع الواجهات. شويه اعدادات عاديه يا اسطى، سيبك من ده كله، خش بس على الاعدادات، تطلع كده وتفعل الزر ده عشان تعمل اعاده توجيه ل 250 شخص، تفعله. تمام. بس انا ما انصحكش بيه عشان اليومين دول في ما ادراك لو بيحت حظك على طلبات ما انت مفكوك السنه دي. نرجع كده يا معلم. تمام. نرجع تاني عادي مفيش اي مشكله. الشاشه الرئيسيه هسيبك من اي حاجه هنا وتتك على التاكيد قبل ارسال سرعه الحاله، عشان مثلا في بعض البنات او معظم البنات او كل البنات عامه يعني، ما عدا طبعا 3 4 في حياتنا وفي حياه كل شخص عامه، عشان ما حدش ياخد الكلام على صدره يعني، بيحبوا يصوروا اشيائهم او يتصوروا مع اشيائهم. هم حرين ربنا انعم عليهم باشياء، فهم حرين يصوروها يشيروا. انت ما حدش يقدر يقول لهم بين حد يا راجل. المهم فده بس ده طبعا مخالف للشرع والقوانين المصريه. تمام. ده في الشرع والقانون، انما في شرعنا احنا كشباب مش مخالف ولا حاجه، عادي يعني، فهي ايزي يظبطوا الدنيا. المهم المهم يا جدعان، الزرار ده يعني يا بنت الجزمه انت وهي، الزرار ده ميزته او اللي هو شغلته اللي هو لو انت جيتي تصوري اي صوره عامه ليكي، لو جت تنزل بالغلط، تمام، انا بقول تاني اهو، لو جت صوره تنزل بالغلط فبيجي لك رساله على الشاشه كده ان في ستوري هينزل، فانت موافقه ان الستوري ده ينزل ولا لا، فتضغطي نعم او لا، فانت تضغطي نعم. المهم ما علينا. وبعد كده شاشه المحادثه يا معلم، اعدادات عاديه كل اللي هتفعله بس التاكيد قبل ارسال ملصق، اللي هو يعني عشان انت عارف بقى، انت عارف يا اسطى، في ملصقات وحاجات، استغفر الله العظيم يا رب انا مش متكلم والله ما متكلم. وعندك بقى ايه اعدادات اللي هو الويدجت بقى والتحديثات. لو جينا نبحث عن تحديث مثلا اهو ماشي، انا لو جيت تبحث عن تحديث مثلا سجل الثغرات، ما فيش، ما هو ده ما فيش حاجه، هو صباح الفل ما فيش اي بتنجان، هو اصلا كده. وبالنسبه بقى يا معلم اللي لسه ما حطش لايك لحد دلوقتي، فانت اصلا على الخنزير دي ما فيهاش كلام اصلا، انت كده عيل خنزير. على صلاح خنزير، صلاح بالثلاثة خنزير ابن خنازير. مش قايل لك تاني. وحكمة النهارده يا معلم كما قال الشاعر ابن امه الفنان الفشيخ محمد رمضان، اقفل الكتاب ونام بدري ياتيك النجاح من حيث لا تدري. يا راجل. هي نجمة ايه؟ هي حكمة معفنة، بس اكتبها لي في الكومنتات لو انت وصلت معايا لحد هنا يعني. وبالنسبة ان انت وصلت معايا لحد هنا اعمل لايك، وبعد ما تعمل لايك خد لك اخر رقمين من الباسورد الا وهم 11 اللي هو 1 بسيطة اهي. اعمل بقى لايك كومنت سبسكرايبر شير الفيديو عندك على الواتساب كده، خد حط ستوري على الواتساب مش هتخسر حاجة يعني، وام التليفون خلص شحنه بسببكم. سلام يا عم. امشي يلا، امشي غور، امشي يا